إلى المغرب التي تعيش على وقع صدى واسع وجدل خلفه في سابقة من نوعها إلقاء الشيخ محمد الفزازي أحد أكبر وجوه التيار السلفي بالمغرب الذين اعتقلوا عقب تفجيرات 16 من مايو آيار 2003 بالدار البيضاء، إلقائه خطبة الجمعة أمام العاهل المغربي الملك محمد السادس في أحد مساجد مدينة طنجة شمالي المغرب، سابقة خلفت ردودا متباينة بين من وجد فيها بداية لعملية انفتاح من الدولة على جماعة السلفية الجهادية، ومن تساءل في المقابل عن جدوى هذه الخطوة، مذكرا بسنوات الفزازي في السجن بعد أن حكم عليه ب30 سنة طبقا لقانون الإرهاب، قضى منها 8 سنوات ثم أفرج عنه في أبريل نيسان 2011 بمقتضى عفو من الملك محمد السادس. معنا من الدار البيضاء إدريس القصوري المحلل السياسي. سيد إدريس، بداية نود أن نقف معك مع مختلف ردود الفعل على هذه الحادثة. بطبيعة الحال إننا اليوم أمام مشهد، فالمشهد الذي سمعناه ورأيناه بكل عناصره وبكل تفاصيله، سواء المسجد أو اسم المسجد أو الخطبة أو الموقع الذي يوجد فيه المسجد أو من تخرج من هذا الموقع وهذا المكان في طنجة من الفكر التكفيري سابقا على يد الشيخ الفزازي أساسا، والصلاة والخطبة أمام الملك والوقوف مع الملك، إنه مشهد يغري بقراءات مفيدة في البلاغة السياسية وفي سيميائية السياسة، وهو يغري بعدة تأويلات، ولكن ربما من المفيد أن نعيد الأمور إلى حالتها الطبيعية. فصلاة الملك أمام خطيب الفزاجي هي جاءت ربما بأمر طبيعي عادي وباختيار من الملك. لماذا تراه أمرا طبيعيا وعاديا وهناك الكثيرون ربما من الذين وضعوه في أكثر من سياق وأولوه أكثر من تأويل؟ نعم، أنا قلت هذا مغري ببلاغة وبسيميائيات كثيرة وتأويلات كثيرة، وربما قد أقول منها الكثير أنا أيضا، ولكن لنضع أولا الصورة الحقيقية ثم قد نفسر بعد ذلك. بالنسبة للملك حين يزور مدينة معينة فإنه يتجول فيها بشكل طبيعي وتلقائي، وهو الذي يختار المسجد الذي يصلي فيه إذا ما تزامنت زيارته مع يوم الجمعة، وهذا ما حدث حسب المعطيات المتوفرة من بعض المهتمين والإعلاميين. فاختار الملك المسجد دون أن يعرف هل الخطيب هو السيد الفزازي، ولما علم ذلك أصر على أن وأبقى على قراره واختياره أمام السيد الفزازي، رغم كل المعطيات توفرت حول السيد الفزازي وحول الموقع وحول من تخرج منه من تكفيريين. فكانت النتيجة إيجابية، هو أنه هناك تصالح أن بالنسبة هذا بالتحديد ما أود أن أفهم معك سيد إدريس. هل سيكون لهذه الحادثة ما بعدها؟ يعني هل يمكن أن يكون هناك نوع من انفتاح القصر على هذا التيار، أم أن الحادثة كما ذكرتها ستحصر في السياق الذي جاءت فيه باختصار لو سمحت؟ أكيد أنه هذا أولا. للأسف يبدو أننا فقدنا الاتصال بالسيد إدريس القصوري المحلل السياسي، نشكره جزيل الشكر، كان معنا من دار البيضاء.